فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة بشأن تسبب محمد صلاح في إقالة أرن سلوت من تدريب ليفربول. محمد صلاح يتواصل مع وكيله الآن وردود أفعال جماهير ليفربول بعد إقالة أرن سلوت. وكالعادة وقبل ما ندخل على تفاصيل الفيديو ما تنساش تصلي على أفضل الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أمور التعاقدات حقيقة أن محمد صلاح كان سببا في إقالة أرن سلوت من منصبه كمدير فني لليفربول. وأعلن ليفربول مساء اليوم إقالة أرن سلوت من تدريب الفريق بعد موسم مخيب للآمال. وعانى ليفربول في الموسم الماضي من نتائج سيئة للغاية، إذ اختتم الموسم في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تعرض ل 18 هزيمة في جميع المسابقات. وقال فابريزيو رومانو عن تأثير محمد صلاح في قرار إدارة ليفربول في إقالة أرن سلوت عبر قناته على يوتيوب. المنشور الذي كتبه محمد صلاح حول افتقار ليفربول لكرة القدم الصاخبة كان عاملا حاسما في إقالة أرن سلوت. وأكمل أيضا: صلاح ليس من عادته الشكوى على الملأ، وشكوته نالت إعجاب الكثير من زملائه في الفريق الذين اتفقوا مع محمد صلاح. واختتم تصريحاته قائلا: قول محمد صلاح بأن ليفربول ليس النادي الذي يفوز بمباراة ويخسر المباراة التالية كان له تأثير قوي وحاسم في قرار إقالة أرن سلوت. أعلن نادي ليفربول في تمام الساعة 8 مساء قرارا رسميا بإقالة أرن سلوت من منصبه كمدير فني لليفربول. وأوضحت إدارة النادي الإنجليزي بأن هذا القرار كان هو الأفضل لمصلحة الفريق بعدما درب أرن سلوت ليفربول لمدة موسمين وحقق خلالهما الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعتبر أندوني إيراولا مدرب نادي بورنموث هو المرشح المفضل داخل إدارة ليفربول لاستبدال أرن سلوت خلال الفترة المقبلة بحسب التقارير الأخيرة. ويتوقع مشجعو ليفربول بأن يتراجع النجم المصري محمد صلاح عن قراره بالرحيل عن النادي بعد رحيل أرن سلوت. وكتب أحد المشجعين: هل يعود محمد صلاح بعد طرد أرن سلوت؟ وكتب مشجع آخر: محمد صلاح على وشك تجديد عقده ولن يرحل بعد الآن. فيما كتب مشجع آخر: ليتصل أحدكم بمحمد صلاح ويخبره بعدم الرحيل بعد رحيل أرن سلوت. وكان محمد صلاح قد مر بموسم مخيب للآمال مع ليفربول، وتراجعت إحصائياته التهديفية في جميع المسابقات، وربما يكون قد لعب تراجع مستواه التهديفي دوره في تصريحاته العلنية. وبعد قرار إقالة أرن سلوت دعا محمد صلاح وكيل أعماله رامي عباس إلى اجتماع عاجل لبحث إمكانية استمراره مع ليفربول. وبكده بنكون وصلنا لنهاية جميع أخبارنا النهاردة. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.